بيبدا فيلم النهارده مع ولد اسمه جون، وبيصحى من النوم وبيقرر ما يروحش المدرسه ويقعد يلعب على الكمبيوتر. بس بيلاقي رساله امه سايباها له وبتطلب منه ينزل يشتري طلبات، بس مش بيعمل حاجه وبيقعد يلعب على الكمبيوتر مع صحابه. بس هما بيلعبوا، واحد من صحابه بيقول له يفتحوا التلفزيون ويشوفوا الاخبار، وبيروح يفتح التلفزيون بس الاشاره بتقطع، وبيبص في التليفون بيلاقي الشبكه هي كمان قطعه، وبيبص من الشباك بيلاقي الناس بتجري وهي خايفه وبيهجموا على بعض بس من غير سبب، وبيشوف بنت بتهجم على امها وبتعضها وبيكون مصدوم من اللي شايفه. وبيسمع صوت في العماره بتاعته وبيفتح الباب، بس فجاه جاره بيدخل وبيعرف جون ان اخوه اتحول وكان عايز يهجم عليه بس هو هرب. فبيقول له جون حلوا مشاكلكم بعيد عني، فبيطلب منه جاره يدخل الحمام وبعد كده يمشي، وبيسيبوا جون والاشاره بترجع. وبيقول المذيع ان الاشاره والشبكه مش مستقرين، وان في عدوى انتشرت واللي بيتصاب بيها بيبقى عدواني وبيتغذى على لحم البشر، وان اي حد بيتعض او يتخربش بيتصاب. وبيقول الاعراض واللي بتبقى نزيف من العين والام شديده، وبيفتكر جون جاره اللي في الحمام وبيجري وبيجيب السكينه عشان يدافع عن نفسه. وجاره بيخرج من الحمام وبيكون مخبي جرح في رقبته وبيهدده جون بالسكينه عشان يخرج، بس جاره بيحاول يهديه وبيقول انه مش مصاب، بس فجاه عينه بتبدا تنزف دم ويبدا يتحول وبيهجم على جون، بس جون بيقدر يقاوم وبيخرجه بره البيت وبيقعد يضرب فيه بالسكينه عشان يبعده عن الباب، وبينجح وبيقفل الباب وبيبص بيشوف زومبي ضخم بيهجم عليه. وجون بيكون مصدوم ومش بيطلع صوت، وبيروح يجيب التلاجة وبيحطها ورا الباب وبيروح يغسل وشه عشان يفوق من الحمل اللي هو فيه، بس بيكتشف ان كل ده حقيقه. وبيجري على التليفون وبيكلم اخته، بس الشبكه بتكون وحشه، وبتوصله رساله من اخته وبتعرفه ان هي امه في امان، وبتطلب منه يقفل الباب كويس ويتاكد ان الاكل معاه هيكفي ويحاول يقسمه. وبيقعد قدام صوره عيلته وبيتمنى انهم يفضلوا بخير، ويجيب اكل وبيحطه قدامه وبيكون قليل جدا، وبيقول يا ريتني سمعت كلام امي ونزلت جبت طلبات. وبيروح ينام على الكنبه وبيصحى تاني يوم على صوت الاخبار، وبيقول المذيع ان في ناس كتير اتحولت، وبيستضيفوا دكتوره وبيسالوها هيتصرفوا ازاي. بتقول الدكتوره ان اللي بيتصاب بيكون عدواني جدا، وان لازم الكل يفضل في البيت ويحاول ما يخرجش على الاقل لمده شهرين لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. وبيفتح جون التليفون بيلاقي ناس كتير منزله اساميهم وعناوينهم، وبيستغيثوا بالجيش عشان يجي يساعدهم، وبيصور نفسه وبيكتب اسمه وعنوانه وبينزل الصوره على النت. وبيشوف فيديو الراجل متشعلق بره الشباك عشان يلقط شبكه، وبينجح فعلا بس بيقع في الاخر. وبتيجي لجون فكره وبيطلع الدرون وبيربط فيها التليفون وبيطير الدرون لفوق وبيشوف الناس اللي اتصابت، وفعلا بيقدر يلقط شبكه وبيتصل باخته، بس لسوء الحظ الدرون بتفصل وبتقع هي والتليفون، فبيتضايق وبيروح يلعب على الكمبيوتر بس الشبكه هي كمان بتقطع. فبيروح ينام بس بيسمع صوت جاي من الشارع وبيلاقي رصاصه مضروبه عليه، بيكون في شرطيه بتحاول تقتل الزومبي عشان تهرب، بس الذخيره بتخلص وبتحاول تغيرها، بس بتكون خايفه فبتقع منها الذخيره، والزومبي بيتلموا عليها وبتحاول تنتحر بس مش بتعرف، والزومبي بيجروها على الارض. وجون بيكون عايز ياخد المسدس عشان يدافع عن نفسه، بس فجاه بيسمع صوت خبط جامد على الباب لدرجه ان باب الثلاجه بيفتح والاكل كله بيقع، وبيظهر واحد من الزومبي وبيحاول جون يزق الثلاجه ويمنعه من الدخول بس مش بيعرف، فبيجري على الشباك وبينط والزومبي بينط وراه وبيقع، وبيكون جون ماسك في الشباك ودي كانت خطته، والزومبي بيموت وبيظهر جيش كبير من الزومبي وبتكون الشرطيه معاهم. وبيروح جون على باب البيت وبيقفلوا المسامير عشان محدش يدخل، وبيلاقي كل الاكل اللي معاه وقع من الثلاجه وباظ بسبب الزومبي. وبعد 7 ايام بيضطر جون يطلع ازازه الكحول بتاعت ابوه عشان يشرب منها لان مبقاش في حاجه يشربها، وبيروح يغطي الازاز عشان مفيش زومبي يشوفه، وبيطلع علبه اندومي عشان ياكلها، وبيرمي ريموت التلفزيون، فبيجي في اخر ازازه ميه معاه وبيتضايق لان مفيش ميه والميه مقطوعه، وبيضطر يفضل يشرب من المشروبات بتاعت ابوه، وبيبقى سكران وبيتخيل ان عيلته دخلت عليه وبيجري عليهم، بس فجاه بيختفوا وبيعرف انه كان بيتخيل، وبيقعد يعيط بسبب الحل اللي هو فيه وبيبقى عطشان جدا. وبيجي رساله صوتيه من امه، فبيطلع جري من الشباك عشان يلقط شبكه، وفعلا بينجح، وامه بتكلمه وتعرفوا انهم في شركه ابوه، بس فجاه بيهجم عليهم مجموعه من الزومبي وبيخلصوا عليهم، وجون بينهار وبيقعد يعيط وبيكسر في البيت وبيخرج بره وبيفضل يقتل في الزومبي، وبيشوف جاره وهو واقع على الارض وبياكل من جثه زومبي تاني، فبيقعد يزعق فيه، بس بسبب صوته العالي بيتجمع الزومبي عنده، فبيجري جون بسرعه عشان يركب الاسانسير، بس بيلاقيه هو كمان مليان زومبي، فبيجري وبيستخبى وبيكتم نفسه لحد ما الزومبي بيعدي، وبيتسحب لشقته بس بيقابل زومبي اعمى، فبيفضل واقف من غير ما يعمل صوت لحد ما الزومبي بيعدي وبيدخل شقته، بس الزومبي بيسمعوا الصوت وبيحاولوا يفتحوا الباب بس بيقاوم. بيعدي 20 يوم وبيكون جون خلص كل المشروبات بتاعت ابوه، وبيشوف محطات الكهرباء وهي بتفرقع والكهرباء بتقطع عنده في العماره كلها، وبييأس وبيفتح فيديو بس مش بيقدر يتكلم بسبب الاحباط، وبيقرر ينتحر وبيعلق الحبل وبيستعد وبيشنق نفسه، بس فجاه حد بينور على الليزر وبينور على كلمه لا، وجون بيرجع في كلامه وبيروح يبص من الشباك بيلاقي بنت ساكنه في العماره اللي جنبه اسمها كيم، وبتشاور على الحروف اللي في الحيطه وبتعرفه انه غبي عشان يفكر ينتحر، وبتقول له يتقابلوا تاني يوم على الساعه 7، وبتقفل الشباك وجون بيكون فرحان وبيرجعوا الامل من تاني، وبيروح لكيم بتكون مجهزه فخ عند الباب ومجهزه اكل يكفيها، وجون بيصحى من النوم متاخر وبيجري بسرعه على الشباك، وكيم بتتاكد ان المكان امن وبعدين بتطلع وبتعرفه انه اتاخر على الميعاد، وبيقعد يعتذر لها وبيتواصلوا مع بعض، وكيم بتسمع صوت عندها بتتفق معاه يتقابلوا في وقت تاني، وبيكون في زومبي واقع في الفخ وبتقتله، وتاني يوم الدنيا بتمطر وجون وكيم بيستغلوا الوضع وبيطلعوا كل الازاز والكوبايات عشان يملوها، وتاني يوم جون بيطلع لكيم ويبان عليه انه جعان، وكيم بتقرر تساعده وبتربط حبل في الكرة وبترميها ناحيته عشان توصله الاكل بس مش بتنجح، فبيطلع جون طياره درون تانية وكان رابط فيها حبل وبيوصلها لكيم، وكيم بتوصله شنطه فيها اكل،
وبيشكرها، بس بيلاحظ كارثه، هو ان في زومبي شاف الحبل اللي هي رميته وبيشده جامد، والترابيزه بتشد ناحيه الشباك، وكيم بتقع وبيغمى عليها، والزومبي بيتشعلق في الحبل عشان يطلع لها، والزومبي بيقعد يحدف عليه ازايز بس مش بتوصل، فبيستخدم الدرون وبيقعد يحوم عليه عشان يشتته. وفي زومبي كتير بيكونوا قدام شقه جون، والزومبي بيمسك الدرون وبيكمل، بس كيم بتفوق وبتوقعه من فوق، والزومبي بيقعدوا يصرخوا عليها. وبيجي بالليل وجون بيربط الكوتش بشاشه قطن عشان لما يجي يمشي ما يطلعش صوت، وبيخرج من الشقه وبيروح لعند جثه جاره، وبياخد منه مفتاح الشقه وبيدخل، وبياخد كل الاكل اللي يقدر عليه، وبيلاقي جثه وبيشوفها هي صاحيه ولا لا، بس فجاه بيهجم عليه زومبي من ظهره، فبيتحمى في الجثه وبيهرب على بيته، وبيستمتع بالاكل، وبيكون لها جهازين لاسلكي، فبيدي شويه من الاكل وجهاز اللاسلكي لكيم. وتاني يوم كيم بيتكلم مع جون على اللاسلكي، وبيكون فرحان انه بيتكلم مع حد، وبتشكره كيم على الاكل، فبيعرفها جون انه لازم هو اللي يشكرها لانه بسببها هو لسه عايش. وبيقعدوا طول اليوم يتكلموا ويتعرفوا على بعض، وبتعرفوا كيم انها بتخاف من الاماكن العاليه، فبيستغرب جون ان واحده قتلت زومبي تكون بتخاف، فبتعرفوا كيم انها مش بتعتبرهم بشر عشان كده بتقتلهم بسهوله. وفجاه بيسمعوا صوت مطر، فبيجروا بسرعه عشان يملوا الازايز، بس بيبان ان مفيش مطر، وان في عدد كبير من الزومبي بيدخلوا العماير وهم اللي عاملين الصوت. وبينزل جون وكيم على الارض ومش بيطلعوا صوت، بس كيم بالغلط بتخبط في الترابيزه اللي جنبها وبتوقعها، والزومبي بيبداوا يقربوا من باب شقتها، وبتعرف كيم جون اللي بيحصل، فبيجري وبيتصل على التليفون اللي في الشقه اللي جنبها، والزومبي بيتحركوا على هناك وبيقرروا يخرجوا ويشوفوا حته تانية امان يقعدوا فيها. وكيم بيكون بقالها كتير بتراقب الدور الثامن في العماره اللي جنبهم، وبتقول ان مفيش زومبي هناك، وبتقرر انها تنزل هي الاول للشارع، وبتنط من الشباك وبتبدا تقتل في الزومبي بالاسلحه اللي معاها. وجون بيكون منبهر من شجاعتها، وبتاخد المسدس من على الارض، بس في زومبي بيهجم عليها وبيكون هيعضها، بس جون بينزل وبيخلص عليه، وبيقعدوا يقتلوا في الزومبي لحد ما بيدخلوا على العماره. وبيكون باب العماره ازاز وهيتكسر، فبيجروا على الاسانسير وبيطلعوا للدور الثامن، ومش بيكون في اثر لاي زومبي، وبيحاولوا يفتحوا اي باب بس كل البيبان بتكون مقفوله. وفجاه بيظهر زومبي ووراه جيش كبير، وجون بيوقع باب حديد عشان يعطله، وبيقعد يضرب فيهم، وكيم بتقدر تفتح باب، وبيكون في راجل جوه وبيشدها، وبيرمي قنابل دخان وبيشد جون هو كمان، وبيدخلوا جوه الشقه، وكيم بتكون خايفه من الراجل ده، وبتساله انت مين، فبيعرفها ان اسمه سونج، وبيقول لها انها المفروض تشكره عشان ساعدهم مش تقول له انت مين. فبتقول له كيم انها كانت بتراقب المكان هنا وكانت متاكده ان مفيش حد عايش، ويعرفها سونج انه برضه كان فاكر ان مفيش حد عايش في المنطقه غيره، وبقدم لهم اكل وميه، وكيم مش بتكون مطمنه وبتستناه يشرب هو الاول وبعدين بتشرب، وبيقول لهم سونج ياكلوا براحتهم لحد ما فريق الانقاذ يوصل، وبيعرفوا انهم قالوا كده في التلفزيون. وبعد شويه جون وكيم بيغمى عليهم، وبيطلع انه كان حاطط لهم منيم في الاكل، وبيسحب كيم وبيدخلها اوضه، وبتفوق بتلاقي زومبي عندها في الاوضه، وبيكون سونج رابط الزومبي بحبل ويبدا يسيب الحبل عشان تهجم على كيم، وبتكون دي مراته. بس جون بيفوق وبيرفع عليه مسدس وبيطلب منه يخرج كيم من الاوضه، بس بيرفض وبيسيب الحبل، وجون بيجري بسرعه وبيشد الحبل عشان يمنع الزومبي تهجم على كيم. وسونج بيروح يجيب سكينه وبيقول له يسيب مراته تاكل كيم وهو هيديله كل الاكل اللي هو عايزه، وبترجعه عشان يوافق، بس جون مش بيقدر يفضل ماسك الحبل وبيفك منه، والزومبي بتهجم على كيم، وكيم بتقعد تصرخ، وجون بيحاول يكسر الباب بس سونج بيوقعها على الارض، وكيم بتبطل تصرخ، وبيفكروها اتعدت خلاص، ويفتح سونج الباب بالراحه، بس مراته بتهجم عليه، وبيطلع ان كيم سليمه ومش بيقاوم سونج مراته وبيسيبها تاكله، وكيم بتخلص عليه بالمسدس، والزومبي في المكان كلهم بيسمعوا الصوت وبيجروا عليهم، وخلاص بييأسوا وبيقولوا دي النهايه. وكيم بتطلب من جون انه يضربها بالنار، بس فجاه بيسمعوا صوت الطيارات وبيشوفوها، وبيقرروا يطلعوا على السطح، وبيخرجوا بيرموا قنابل دخان وبيقتلوا في الزومبي، بس في طريقهم الزومبي بيقدروا يوقعوا كيم، وجون بيساعدها وبيوقف الزومبي بالعجله، وبيطلب من كيم تطلع على السطح وتوقف الطيارات، بس الطيارات بتكون عدت خلاص، وجون بيطلع وراها وبيقفل الباب وبيسده، وبيتصدم لما بيعرف ان الطيارات مشي، وبيفضل يزعق ويطلب المساعده، والزومبي بيكسروا الباب وبيجروا ناحيتهم، وجون بيقتل اتنين والرصاص بيخلص، بس فجاه بتظهر وراهم طياره تبع الجيش، والجنود بتطلب منهم يوطوا وبيفتحوا النار على الزومبي، هو بياخدوهم معاهم، بيعرفوهم ان في 50,000 مصاب في المدينه، والمدينه بقت شبه مهجوره، والجيش عارف مكانهم عن طريق الصوره اللي جون نزلها. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.